السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاذ في كلية علوم حاسب سنة أولى. فيديو النهاردة هنذاكر فيه الكالك مع بعض كتشجيع ليا، وبرضه هقول لك أنا بذاكر إزاي والمصادر اللي بذاكر منها منين وهعمل إيه بالتفصيل عشان أحاول على قد ما أقدر ألم المادة النهاردة، لأن أنا امتحاني بكرة. وكمان أنا ما عنديش خلق للمذاكرة، فأنا بحب أنجز دايما وبحب أدور على الطريق السريع، وإن شاء الله تستفاد من الفيديو ده. عشان نعرف إحنا علينا إيه في الكالك، أنا هقول لك الكالك علينا إيه، هسيبهم لك هنا كده. دولت النقاط اللي علينا في الكالك كلها. الكالك عبارة عن إيه؟ 3 شباتر. أول شابتر بصراحة لسه مش عارف بيتكلم عن إيه، بس مكتوبين هنا. تاني شابتر بيتكلم عن الاشتقاق، حاجات خدناها في ثالث ثانوي لو انت علم رياضه. تالت شابتر بيتكلم عن التكامل. طبعا الكالك عباره عن حل، بس لازم نسترجع ذكرياتنا الاول ونفتكر الكالك كانت عباره عن ايه. فهم عباره عن 4 أو 5 فيديوهات، هسيب لك الروابط بتاعتهم تحت في الديسكريبشن. انا بعت النقط ديت لشات جي بي تي وقلت له يجيب لي الفيديوهات اللي تلخص كل النقط ديت في اقل وقت وتشرح بالتفصيل. فبعت لي الفيديوهات اللي انا هشوفها معاكم. انا زيكم اول مره اشوفها، فانت لو عايز تلم الكالك اتفرج على الفيديوهات معايا. الفيديوهات قليله، كل فيديو ما يعديش النص ساعه، اخر فيديو هو اللي ساعه يعني. بالعموم توتال الفيديوهات مش هيكمل ال3 ساعات. بعد ال3 ساعات ان شاء الله هقعد احل، ولو مكسل تحل ومقفله معاك ان انت مش هتحل، اقرا السؤال وشوف السؤال جاي ازاي، بحيث ان انت رأس السؤال لما تفهمه تفتكر فيديوهات الشرح اللي انت شفتها، فتعرف تربط الدنيا ببعض وتعرف تستخدم الفيديو وتستفاد منه. فاول فيديو هو ده، هخلصه واجي لكم والخص لكم الفيديو فيه ايه. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت الفيديو. نسيت اقول لكم على حاجه، انك تركز على هدف واحد بس تعمله، وده قلته في الفيديو اللي فات. ركز على حاجه واحده بس تعملها. حاليا انا ركزت ان انا اخلص الفيديو وافهم ايه اللي في الفيديو. دلوقتي انا مركز ان انا اقول لكم ايه اللي في الفيديو، بعد كده اتفرج على الفيديو التاني واقول لكم ايه اللي في الفيديو، هكذا. هحاول انزل الفيديو ده النهارده عشان لو حد مزنوق زي يستفاد. الفيديو كان بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن ما هي الداله. مختصر الفيديو ان في حاجه اسمها دومين ورينج. الدومين ده قيمه الاكس، انما الرينج قيمه الاوتبوت بتاع الاكس. يعني مثلا اكس زائد 2، اكس ديت هي الدومين، والاوتبوت اللي هو مثلا لو الاكس ب2 يبقى الناتج 4. الاربعه دوت هو الرينج او المدى بتاع الناتج. برضو في نقطه قالها، اي داله كسريه ما ينفعش المقام بصفر. هلخص لكم الفيديو في سؤال، هكتب لكم السؤال على الشاشه هنا. السؤال بيقول اف اوف اكس بيساوي 5 زائد اكس على اكس تربيع ناقص 9. هو عايز المجال بتاع الداله. هنجيب المجال ازاي؟ هنساوي المقام بصفر. تقول لي مش انت لسه قايل شويه ان ما ينفعش المقام بيساوي صفر؟ اقول لك لا، ما ينفعش الناتج للمقام يساوي صفر، بس احنا هنساوي المقام بصفر عشان نجيب الاكس. فهتبقى اكس تربيع ناقص 9 بيساوي صفر. هنودي التسعه الناحيه التانيه بالموجب وناخد الجذر. كنت متذكر ان الدكتور قال قبل كده ان ما ينفعش ناخد جذر او حاجه زي كده، لان الناتج ما ينفعش يطلع بموجب وسالب، وقال نحطها في مطلق، بس انا مش فاكر الطريقه الصح ايه، فاحنا هنخليها بالجذر وخلاص، اللي هو الموجب والسالب. هناخد جذر التسعه اللي هو بالثلاثه عشان نطير التربيع اللي على الاكس، فالاكس اصبح بيساوي موجب وسالب 3. ده المجال اللي هو ايه، اللي هو الدومين اللي احنا قلنا عليه، اللي هو قيمه الاكس. بعد كده الرينج من كام لكام، او الرينج اللي هي الناتج بتاع الداله من سالب 3 ل 3، لان احنا طلعنا المجال موجب وسالب 3. طبعا في اشكال كتير للداله، في جذر، في انواع كتير. فانت اتفرج على الفيديو وحل، وانت بتحل لو ما عرفتش صور لجيميناي او لشات جي بي تي، ابعت له السؤال، افهم منه السؤال بيتحل ازاي، وحاول تحل كل الافكار على قد ما تقدر. كده يعتبر احنا خلصنا شابتر 1. هنخش على تاني شابتر اللي هو الاشتقاق. تاني فيديو بيعرفنا على قواعد الاشتقاق. طبعا لو في حاجه انت عارفها سرع الفيديو على 2 اكس، او عدي اصلا الجزء اللي انت عارفه عشان ما نضيعش وقت كتير. فهخلص الفيديو واجي اقول لكم الملخص بتاعه. الفيديو التاني كان بيتكلم عن قواعد الاشتقاق، اللي هي القواعد العامه اللي انت خدتها في ثالثه ثانوي، ولو مش فاهم الكلام اللي بالانجليزي ممكن تشوف مراجعاتك في ثالثه ثانوي. وكمان برضو كان بيتكلم عن الاشتقاق الضمني. الاشتقاق الضمني ده اللي هو تشتق حاجه فيها واي او فيها حاجه غير الاكس عامه. في حاجه في شابتر 1 نسينا نشوفها او مش موجوده في الفيديوهات، هي التركيب. فدي هنشوفها بعد ما نخلص الفيديوهات، تقلقوش من حاجه، ولو في حاجه ما اتقالتش هتلاقوها مع الحل ان شاء الله. اهم حاجه نحل بعد ما نخلص الفيديوهات دي. هشوف تالت فيديو واجي لكم. تالت فيديو بيتكلم عن اشتقاق الدوال المثلثيه. هخلصه واقول لكم كان بيقول ايه. تالت فيديو كان بيتكلم عن اشتقاق الدوال المثلثيه. لازم نخلص الفيديو، والحاجات دي رخمه محتاج تحفظها او تفرشمها، بس الغش حرام يا جدعان وما تعملوش كده. حاول تحفظها وانت بتحل. في نقطتين مهمين اتقالوا في الفيديو، هو ان اي حاجه فيها السي بتبقى بالسالب، ودي حاجه استنتجتها من عندي. اي حاجه فيها اس تنزل زي ما هي في مضروب الاشتقاق بتاعها. مثلا السك بتنزل زي ما هي، اللي هي السك في تان. طبعا الحاجات دي مش هعرف اقولها، فانت روح اتفرج على الفيديو وتعالى كمل معايا عشان نشوف اخر فيديو اللي هو عباره عن التكامل. ده اطول فيديو. الفيديو عباره عن ساعه بيشرح فيه التكامل، فهنتفرج عليه. بعد ما نتفرج على الحاجات ديت هنروح نحل الامتحانات السابقه بتاعت السنين اللي فاتت. وبرضه انا مش ناسيك نقطه التركيب، هشوف لها فيديو، ولو ما شفتلهاش هنشوفها مع الحل. ولو انت وقع منك خالص هسيب لك فيديو تحت في الديسكريبشن بيتكلم عن التركيب. فدلوقتي انا هروح اتفرج على اخر فيديو واجي لكم ونشوف الخطه اللي بعد كده هنعمل ايه.
في الحقيقة أنا مخلصتش آخر فيديو، أنا غيرت الخطة لأن الفيديو ساعة وفي بعض الحاجات اللي أنا عارفها فهو هيضيع لي وقتي. بس أنت لو ما تعرفش حاجة في التكامل روح اتفرج عليه، الفيديو بيتكلم عن التكامل وهيفيدك. أنا معايا ملخص قوانين التكامل هسيبها لكم هنا على الشاشة، خدها سكرين شوت، ولو أنت عندك خلفية بسيطة من ثالثة ثانوي حل من الصفحة ديت هتوفر معاك وقت أكتر. دلوقتي الخطة اللي بعد كده اللي هو الحل، وده أهم حاجة اللي هيثبت معانا المعلومات واللي هيخلينا نعرف نحل أصلا ونعرف نستفاد بالحاجات اللي احنا اتفرجنا عليها. هنحل إيه؟ هنحل كذا امتحان على قد ما نقدر. أنا هحل شوية لحد ما أحس إن أنا بدأت أجمع الدنيا، وبرضه مش هطول قوي عشان أنزل لكم الفيديو النهاردة، عشان برضه اللي ما بدأش يبدأ بالفيديو ده، لأن الفيديو ده معمول أصلا زي تذاكر الكلك والمفروض تتفرج عليه قبل الامتحان بديهي يعني. أنا خدت بريك صغير، طلعت كلت وعملت لي كوبايه شاي، ودلوقتي جزء الحل. خلي القوانين معاك مفتوحه قدامك ونحل، ولو انت مش عارف تحل منين شوف الامتحانات السابقه بتاعه الدكتوره بتاعتك او الدكتور بتاعك او بتاعه الكليه بتاعتك عموما. ولو انت مش عارف خالص انا هسيب لك برضو اللينكات اللي انا بحل منها تبع الكليه بتاعتي انا، بس الاحسن ليك انك تشوف حاجه تبع الدكتور بتاعك عشان هتستفاد من شكل الامتحان اكتر. انا عندي 8 امتحانات، 2 منهم بتوع سمر وواحد منهم بتاع ميد ترم، فانا هبدا اولا بحل امتحان 2024 2025 واشوف مستواي هيكون عامل ازاي، فهحل الامتحان وارجع لكم اقول لكم النتيجه. وانت برضو المفروض تروح تحل امتحاناتك، فخلص وانا هخلص وتعالى لي. اهلا بيكم. انا ده كله قاعد بحل، حليت امتحانين ومتوسط الامتحان، يعني باذن الله درجه تنجحك وتنجحنا كلنا ان شاء الله. بس امشي على الخطوات اللي قلت لك عليها. الساعه دلوقتي 2 الا ربع، انا هحاول امنتج الفيديو واخلصه على قد ما اقدر بدري، واحاول انزله على الساعه 5 بحيث ان لو في حد صاحي الصبح بدري عايز يراجع يتفرج على الفيديو ويراجع في ساعتين ثلاثه قبل الامتحان. بالتوفيق لكم كلكم وان شاء الله تستفادوا من الفيديو. السلام عليكم.